السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم لينا. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، دائما مع الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية. اليوم حضرت معكم تحلية بالحجم الكبير. هذه التحلية اقتصادية، ما فيهاش مكونات غاليين ولا كثير. فقط بلتر حليب راح نديرو احلى تحلية. عندي هنايا لتر حليب، رايح نحط له 5 ملاعق تاع السكر. رايح نضيف له 4 ملاعق تاع نشا او لا مايزينا، نشاء الذرة. نخلط الكل مع بعض بارد في بارد، هكذا باش ما ديرناش تكتلات، ونحطه فوق النار. بعد ما عقدت لي الخليط نتاعي، شوفوا كيفاش ولا. هذا اللي نتحصلوا عليه. نخلطه جيدا، ما لازمش نحصلوا على تكتلات تاع النشا. عندي هنايا الاكستري تاع الكراميل، نتوما اي ذوق حبيتوه. عندي هنايا فلون كراميل، رايحه نضيف 2 علب. نخلطهم جيدا بهذا الشكل. حتى نتحصلوا على كريمه. رايحه نفرغها حتى تبرد لي. نغطيها بسيلوفان، ولازم الغطاء هذاك البلاستيكي لازم يلامس الوجه نتاعها، هكذا باش ما ديرليش القشره من الفوق. نحطها تبرد فوق البوطاجي حتى تحكم روحها، وندخلها الثلاجة، لازم تكون باردة بزاف. نجيو نحكم نصف كاس تاع لاشونتي او كاس غربع، حسب النوعية اللي عندك. كاين اللي تطلع، كاين اللي عيانة شوية. عندي هنايا نصف كاس ماء يكون بارد. رايحة نطلع لاشونتي تاعي حتى نتحصلوا على خليط كريمي ويكون متماسك. كما قلت لازم نختار النوعية الجيدة تاع لاشونتيي، لأنه منين داك تجينا ما تطلع لناش وتخسر. هاي ليك، شوفوا تحصلنا على كريمة متماسكة. رايحة نجيب لاكريم تاعي اللي كنت حضرتها وبردت، نخلطها مع لاشونتيي حتى نتحصلوا على كريم. الآن راح نحضر التحلية نتاعي. عندي هنايا بسكوي، أي نوع بسكوي كان عندك، رايحة نحطه ونشمخه في الحليب ونحطه كطبقة أولى. بعد ما نفرش كامل البلاط تاعي بهذا الشكل، رايحة نجيب الكريمة نتاعي اللي كنت عاود حطيتها في الثلاجة، هكذا باش تتماسك. ونحطها، نحطو طبقة بطبقة، تقريبا ندير 4 طبقات حتى كمل لي كامل الجاتو هذاك، وأيضا الكريمة.
هاي ليك بعد ما كملتها كامل. عندي هنايا يعني شوية طفية كراميل، يعني كانت عندي كمية قليلة، قلت نخلطها من الفوق هكذا باش يمدلي الطعم. عندي هنايا 200 غرام تاع شوكولا، أي نوع شوكولا كانت عندك. رايحة نحط لها نصف كاس تاع كريمة سائلة، أو اللي ما عندوش يعني تقدري تضيفي نصف كاس حليب، وتحطيها فوق الفرن بالتخلاط حتى تذوب لنا كامل شوكولا. هاي ليك بعد ما يعني ذابت لي الشوكولا هذيك، خليتها حتى بردت وحطيتها كطبقة أخيرة من الفوق. هكذا نمشيها كامل في الأطراف ونخلوها حتى ربع سوايع وهي في الثلاجة هكذا باش تماسك روحها. أنا يعني خليتها ساعتين فقط، وكانت يعني ما حكمتليش الشوكولا مليح، لكن البنة نتاعها جات مخالفة بزاف بنينة. جربوا هذه التحلية وأكيد رايحة تعجبكم وتعجب العائلة تاعكم. كما شفتوا يعني كاس غربة ولا نصف كاس تاع لا شونتيي راح يدير لكم تحلية لا بس بها. شوفوا جات بزاف بنينة صدقوني ولا أروع، وهذاك الكراميل زاد لها نكهة. شوفوا يعني شهيتكم في الجنة. نتمنى تجربوها، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك هكذا باش ترجعوا الوصفات انتوعي. ونقولكم دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء مع وصفات أخرى.